ليه ساعات ما بنعرفش نغفر؟ هل الغفران عمل سهل أو هو قدرة إنسانية؟ لا، حقيقة الغفران يحتاج إلى نعمة إلهية، عايز شيء من قوة الله تحل فيه عشان أقدر أغفر، عايز رحلة عند الصليب وأبص على المصلوب غفر إزاي وأطلب منه نعمة وأذكر أسماء الناس بأسمائهم اللي أسألهم وأقول له أنا عايز أغفر لفلان. بس في فرق، أنا مش عايز أغفر ولا أنا عاوز أغفر وغير قادر على الغفران، دي تختلف. عندي قرار، خدت القرار إن أنا أغفر بس الرحلة صعبة عليا مش عارف أمشيها، ولو أنا واخد قرار إن لازم أنتقم أو لازم أشيل المرارة أو لازم أكره وأبغض الشخص. وأحيانا بناخد أساليب دفاعية شوية، حد أذاني طب أنا هبغض كل الناس وأقطع كل الناس، أنت في حالك وأنا في حالي، لا تأذيني ولا أذيك، طب أنا مش هثق في حد تاني، طب أنا عمري ما هساعد حد ولا أدي تعبي وعرقي ومجهودي لحد تاني. فأحيانا بيأثر على علاقاتي ويخليني تعبان. أنا عاوز ما اخدمش حد وعاوز اسيء الاخرين واجرحهم قبل ما يجرحوني، ولا انا عاوز اغفر بس مش قادر؟ يعني هي في رغبه وفي قرار بس ما عنديش قدره. في الحاله دي ربنا يساعدني. لكن لو انا رافض الغفران اساسا وكاني هقدم هديه واكرام للي اساء الي، لو انا غفرت له هو مش هيحس بغفراني، انا اللي هحس بالغفران، انا اللي هتحرر. هو مش هيحس بالمراره اللي جوايا، انا اللي هحس بالمراره، وانا اللي بتاذي كل يوم وبتاخر كل يوم، وقتي وطاقتي وحزني بيضيع كل يوم، وهو قاعد ربما يكون تاب وربنا غفر له، ربما يكون بينمو في حياته الروحيه وربنا راضي عنه، ربما ربنا يقبله ويبقى قديس وانا ما اخدش ولا حاجه، او ربنا هيأدبه ويعاقبه ويحاسبه مش شغلانتي. مش كده الانجيل بيقول لي النقمه انا اجازي يقول الرب، لا تنتقموا لانفسكم ايها الاحباء، عشان مكتوب النقمه دي بتاعت ربنا مش بتاعت حد، انا مش هقدر اظبطها في الانتقام والعقوبه، لكن ربنا عادل وكامل العدل، هو وحده اللي ينتقم. طب انا اعمل ايه يا رب؟ انت ان جاع عدوك طعمه، ان عطش فاسقه، لانك ان فعلت هذه تجمع جمر نار على راسه، انت بتبكته. طب لو ما عملتش تسلم الى المعذبين، الغيظ يعذبك، الحسد يعذبك، الحنق يعذبك، بقى هو سأنه هو مرتاح، هو سأنه هو بينجح وبيكبر. الغيظ يقتل الجاهل والغيرة تميت الأحمق. يعني أنا ممكن المرارة دي تمرضني وتقتلني، واللي أساء إلي تايب ومصلي وساجد لربنا وراكع ومقبول أمام الله، وأنا محتفظ بمرض المرارة والحقد والحسد والكراهية جوايا ضغينة، وبقول أنا ماشي في النور، أنا المظلوم، وأعيش دور الضحية، إن أنا اللي متألم وأنا اللي مفترى عليا وأنا اللي مضطهد. وفي الحالة دي حياتي تفقد فاعليتها وتفقد حيويتها ونموها، ما اعرفش اوصل لله، ما اعرفش انال غفران الله، لان انا ما غفرتش لاخويا. ربنا غفر لي كتير وانا مطلوب مني اغفر حاجة بسيطة، مقابل الغفران القليل هيتغفر لي اخطائي الكتيرة زي ما ربنا وعدني.